السلام عليكم. أنا اسمي محمد نبيل، كنقرا في كلية العلوم. هذا الفيديو الثاني في هاد القناة. المهم، أنا كنطالب بامتحانات خاصة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما قدرش توفر لكلية العلوم، ولهذا السبب أنا مازال مصر على المطالبة بالحق ديالي، كنطلب الحق ديالي. وهاد الناس هادو بحال اللي تكبروا ودبروا وبغاو يحقروني، ما عرفت فين بغاو يوصلوا معايا. حاسس عليه حيت كنطلب امتحانات خاصة. المهم ان الكلية العلوم ما بغات توفر لي الظروف ديال الامتحانات الخاصة ديالي. المهم وان القوانين ديال الكون كله معايا الا كلية العلوم بغات دير شي قانون ديالها. ما باغا تخدم، ما باغيين تخدموا، ما باغيين تصوبوا امتحانات خاصة، وانهم كيهينوني وكيعيط الضرب من احد الاساتذه، وبغاو يحيدوا لي الصعوبة في الود العام، وبغاو يضربوني وكيستبدوني، وما باغيين نصوبوا امتحانات خاصة. هادشي كله حيت كنطلب امتحانات خاصة، ومن رغم من ذلك إلا واستطعت النجاح في هاد الصعوبة هادي الحمد لله. وأنه ما وأن أحد الأساتذة قال لي في فيما فيما بغيتي تمشي، يعني أنا كنصدق، يعني وأدب لوجه الله أن أحد الأساتذة يوصل مع طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا المستوى. نظن هذا منكر. والمهم، أنا كان طالب الجمعيات بس أنهم يوقفوا معايا، والناس، لا، والمجتمع المغربي أنه يوقف معايا فهو، لا حكات غيجي واحد بلاصتي ولا واحد آخر غيحقرو عليه، ما غتكون عنده المستوى المادي مقادة وغيحقرو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشكر رئيس الجريده ديال والطاقم اللي معاه لانه عطانا واحد الفرصه باش الصوت ديال هذا الطالب اللي من ذوي الاحتياجات اللي تعرض لضغوطات واستفزازات، وصلت حتى الاستاذ ضربو في القاعه خاويه. هادشي غادي نوضحوه ان شاء الله في الكلمه ديالنا. هاد الناس هادو ملي بدينا في الاول العام درنا رساله خاصه ودرنا واحد الكتيب تنعطيو الصفه ديال هذا الطالب اللي التحق بكليه العلوم اللي واخد هاد الشعبه ديال سيونس مات. وهذا الطالب عنده اعاقه مركبه اي مختلفه، ماشي حنا هذه الهيئه الطبيه ولا الاستدعاءات ديال البكالوريا ولا الامتحانات البكالوريا اللي داروا له كو ام للاساتذه الجامعه يقولوا له انت كذاب ما تدوسيش بالكو ام. وهذا الكناش عندنا فيه جميع الوثائق، تيتكون من اكثر من 70 ولا 80 ورقه، فيه شواهد طبيه، فيه شهادات تقديريه، فيه الخطاب الملكي سيدنا الله ينصرو، فيه مذكرات وزاريه توجيهيه لرئاسه الجامعه ولا الكليات. مشينا للدول الوسيط اي دول المملكه، مشينا المركز الوطني لحقوق الانسان. هاد الناس يتلاعبوا، هاد الناس عندهم نفوذ في التلاعب والتضليل على الحقيقه. قهرونا، مشينا للمحكمه اداريه، طلبنا مساعده قضائيه، الدوله عطاتنا المساعده القضائيه لانهم ذوي الاحتياجات ويستاهلها في اطار القانون القضائي. دخلنا دزنا جلسات، جاو هاد الناس في جلسه بحث في المحكمه الاداريه بانه موفرين له جميع المسائل وبان هادشي هو تيكذب، ولكن هما تيطلعوا على الحقيقه وعلى الهيئه القضائيه وعلى المحكمه بانه هادشي كله ما كاينش، لان امتحانات كوسي اما باغينش يدخلوها لهاد الكليه، بان لي بروف هما اللي تيحكموا، والطاقم الاداري ولا العميد ولا النائب العميد متفقين بانه هاد المسائل هذه ما تدوش لهذا الطالب ذوي الاحتياجات. وحنايا مترسخين لان المذكره الوزاريه تتفرض هذه المسائل، وكاين كوسي ام في جميع المجالات، ما فيها لا رياضيات ولا فيزيك ولا كذا ولا فعل، ولا هما تيتلعبوا وبديك الذكاء ديالهم الماكر باش يقصيوه مات الشعبه، ومن بعد يقصيوه مات الشعبه تيضغطوا عليه بالضغوطات ديالهم، لان حشومه الناس
اللي تعطيو المثال هي الثقافة المغربية، وتتعرفوا كلية العلوم كلية الإبداع والعطاء والذكاء الناضج ديال الطلبة، يكون فيها هاد الناس مسؤولين اللي تيحقروا الطالب المغربي وأخص من ذوي الاحتياجات. لأن بارك المعاناة ديالو اللي معانينا في الدار، والمعاناة ديالو مع الطلبة، وهادشي تيشهدوا الحكام الجامعي، تيساعدوه مساك الله يجازيه بخير ويعاونوه في الدراسة، اللي تيشد له صبر ديالتو، اللي تيعاود له سميشتو، اللي كذا، باش ما يحسش بديك النقصان. وملي تلقى الطلبة الله يجازيهم بخير قايمين بهذا الدور، وهذا الدور هذا يومي، لأن الدوام هذا وكلية العلوم ما قدرتش تستطع دير تا واحد النموذج كما دارتو البكالوريا ولا الوزارات الأخرى. ومني مشيت عند سميتو باش هذا ما بغاش يستقبلني لا كاتب عام ولا نائب العميد. نائب العميد تيقول لك الا وصلتي للسما لحقها. انا غنمشي للديوان الملكي تيقول لك الا لقيتي سيدنا يهضر معاه هو يفك لك شغالك. اذا انت شكون انت؟ حنا بغينا نعرفوك شكون انت. واش هاد الجامعه تتحكم فيها انت؟ هاد الجامعه ديال الدوله سيدنا، ولا الدوله ولا المؤسسات خلقت هاد الجامعه لولاد الشعب باش يقراو وباش تكونهم، باش يعطيو واحد الجيل صالح لهاد البلاد هذا. حنا تنسبقو ماشي على ولدنا، حنا تنبغيو ولدنا ياخذ حقوقه كما دايره له الدوله ولا المؤسسه الدستوريه ولا جميع الامور، بما فيهم الخطاب سيدنا الله ينصرو اللي تيخول له وتيعطي الباب للمساعده لهذا السيد هذا. وحنا في القضاء وراه تلعبوا في القضاء ودرنا جلسه بحث، لانه المذكره ديال المحامين ديالهم يدعى الاعاقه، ولكن ثبتت الاعاقه المركبه. عندنا شواهد طبيه ديال المؤسسات ديال الدوله، كاينه خبره طبيه، كاينه خبره صوتيه ديال في قلب الامتحانات تيديروا له استفزازات، تيسبوه، تيعايروه. واش هاد البلاد فوضى؟ كاين صاحب الجلاله الله ينصرو، كاين مؤسسات، كاين وزاره، كاين بزاف د المسائل. حنا بغينا نوصلوا هاد الصوت ديالنا للشعب المغربي باش يعرفوا هاد الناس اللي فاسدين ومحميين، نعرفوا شكون اللي تيحميهم. وهاد المؤسسه راه ما صالحه لهمش، لان هاد المؤسسه مثاليه للطالب المغربي. حنا بغينا طالب ناضج صالح يعطي العطاء لهاد الدوله، دوله الحق والقانون. باغي جميع الناس الله يجازيهم بخير يتضامنوا مع الولد ديالي، بما فيهم الجمعيات الحقوقيه وبما فيهم المحامين الله يجازيهم بخير. كاين محامين اللي تيتضامنوا في الجلسات من اجل هاد الملفات الاجتماعيين، بالاخص ذوي الاحتياجات. تنطلب منهم الله يجازيهم بخير وياخذ بيدهم. القضاء المغربي عندنا ناس نزهاء، لان ما يمكنش واحد الانسان عاطيه سيدنا باش يكون رئيس ديال شي محكمه او رئيس هذا، لان تيدرس المكونات ديالو، تعرفوا انسان وطني وتتحلى بواحد الطاقه ايجابيه لانقاذ المظلومين. هذا هو الصوت ديالي ولا سميتو، باش ندافع على ولدي وعلى الناس اللي غادي يجيو من بعده، لان هذا الشيء هذا صدقه جاريه. فهمتيني؟ المغرب كله ذوي احتياجات، والمغرب كله وطنيين، والمغرب كله ولاد الشعب متضامنين. وهذا الشيء راه معروف علينا، لانه البنيه الوطنيه معروفه في هذه الارض السعيده. حنا بغينا هاد الناس المفسدين اللي ما باغيش يخدموا، اللي الدوله عطيها لهم امتيازات كبيره ولكن ما مادينش الواجب ديالهم، يتفتحوا باش بصوت الشعب. وشكرا والله يجازيكم بخير.